فارقت الديار حس قلبي بانهيار، سلت دموع مقلتي واحترق القلب وصار يبكي. حضرت مجلس سفيان بن عيينة يوما فقال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان طويلا ثم أنشد قائلا: خلت الديار فسدت غير مزود، ومن الشقاء تفردي بالسدد. يبكي على أحبة جلستهم ليلا. من الشقاء أن يبقى وحيدا وقد مات أسنانه، فموت العلماء من أكبر المحن، من أكبر المحن، من أكبر المحن. وبقاء العالم وحده محنة كبيرة جسيمة لا يعرفها إلا العالم. جراحي وماذا تكون الجراح؟ ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. جراحي وماذا تكون الجراح؟ المحنة التي نعيشها الآن محنة جسيمة كبيرة وبلاء يتبع بلاء، ولا يوجد من أهل العلم على الرسم الأول إلا الفرد بعد الفرد. لك الحمد إني حزين وجرحي يلون درب المدى، ولولا الهدى